كلنا شاهدنا اليوم كيف أن هذا النزغ قد دنس حرمة القرآن، وللمرة الثانية يحرق نسخة من المصحف. وشاهدنا أن تلك الجماعات اللادينية التي كانت تتغنى بالحرية والديمقراطية والإنسانية، ومع شديد الأسف كثير من شبابنا انجروا إلى هذه العناوين البراقة، اتضح الآن أنه لا توجد أبدا حرية واحترام للرأي الآخر مطلقا عند هؤلاء. فهؤلاء لا يعرفون إلا شيئا واحدا، وهو لن يهدأ لهم بال حتى يروا الإسلام قد خرج من القلوب. والإسلام لا يستطيعون إخراجه من القلوب ما زال يذكر كتاب الله وكلام الله آناء الليل وأطراف النهار، وما زال القرآن موجود، فلا سبيل أبدا للقضاء على الإسلام. ولذلك هم يستهدفون كتاب الله عز وجل. دول قائمة من دون أي خجل من 2 مليار مسلم يعتقدون بأحقية هذا الكتاب. اليوم نحن نقول لهم أن القرآن الكريم لا يغادر قلوبنا أبدا، وأن حرق نسخة من المصحف لا تعني أن الحرب قد حسم أمرها. فنحن واثقون بالله عز وجل، وقد بشرنا الله عز وجل حين قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيأتي يوم سيكون هذا